واش عمرك جربتي بطاطا مقرمشه بهذا الشكل؟ من برا كرانشي ومن الداخل طريه. اليوم غادي نوريكم اسهل طريقه باش ديروها في داركم وبمكونات بسيطه ان شاء الله. قبل ما ندوزو لا فيديو ما نساوش نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. تابعوني وما تفلتوا حتى لقطه لانها فعلا تجي لذيذه واكيد غادي تعجبكم. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطا. المهم نتوما تاخذوا الكميه اللي بغيتو. قشرتها غسلتها دابا غادي نقطعها. نتوما بغيتو تسلقوها بالقشور ديالها، انا فضلت نقطعها يعني مقشره ونديرها في الماء ان شاء الله كما تشوفوا قدامكم باش تسلق ليا. كيف ما يمكن لكم انكم تصوروها. صافي تنقطع قطع عشوائيه بحال هكا. كيف ما لاحظتوا درتها في الماء هنايا. غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال الملح. صافي غادي نشعلوا عليها البوطه، نديرو على نار متوسطه حتى يدخلها الطياب. ما نخليوهاش حتى طيب بزاف تحرحر لينا. نخليوها قابطه في راسها ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. من بعد ما درت البطاطا فوق العافيه، بسم الله غادي ناخذ معكم واحد البصله غادي نشلضها اولا نقطعوها مرصوصات صغيورين. بسم الله باش نضيفوها للبطاطا الطازجينه. صافي بعد ما طابت لي البطاطا تنستقطروها مزيان بشي صفاي بسم الله حتى يطيح منها الماء ديالها كامل تجي بحال هذا الشكل. صافي وهي سخونه غادي نمعسوها مزيان. يمكن لكم عندكم شي اله وكا ديال البطاطا خاصه البطاطا تطحنوها. غادي نمعسها مزيان وهي سخونه. باش علاش نمعسوها وهي سخونه؟ باش بالزربه تنعس لينا. صافي بعد ما نعستها مزيان سحقتها. دابا ان شاء الله غادي نضيف القليل ديال الملح. كي شفتوا راه درنا فيها الملح في الاول. غادي نضيف التحميره، عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، نضيف القليل ديال الحار واللي تيبغي الحار تيضيف الهريسه. غادي نضيف الثوم. يمكن لكم انكم تحكوا فص ديال الثوم. عندي هنا الربيع. غادي نحاول ندخل هادو مزيان العطريه اللي درت عاد باش نضيف واحد المكون رئيسي اللي هو النشا. كما تعرفوا البطاطا ديال هاد الوقت ما تكونش فيها النشويات كثيره بحكم ان ماشي كيتحيدوها من يعني من بلاصتها ويجيبوها لنا تتبقى مده وهي في الفريغو. وديك المده اللي تتبقى راه النشويات ديالها ما تيبقاوش يعني طبيعيين كيف ما هما، ضروري تنقصوا. لذلك غادي نزيد شويه النشا غير باش نعوض ليها داك النشا ديالها. راه كاين النشا اللي خاص ديال البطاطا النيت وكاين اللي ما لقيتوش ممكن انكم تعوضوه بمايزينا. دابا غادي نضيف واحد معلقه ونص ديال النشا، معلقه كبيره. صافي غادي نخلطها مزيان. بحال هكا خاصها تكون ناشفه ما تكونش جاريه. صافي ملي ندخل مزيان هاد المكونات بعضياتهم عاد باش غادي نضيف واحد الصفار ديال البيضه فقط. غير تبعوا هاد المراحل اللي عطيتكم ان شاء الله باذن الله غتنجح معكم بالنسبه للمبتدئات. صافي غادي نخليها غير واحد شويه تبرد لي باش ما يطيبش فيها ديك الصفر ديال البيضه اللي غادي نضيف ان شاء الله. وهانتوما معايا. صافي بعد ما بردات واحد شويه غادي نضيف ليها واحد القليل ديال الفرماج او الجبن. ممكن انكم تضيفوا جوج فرماجات من داك الفرماج مثلث او لا معلقه من الجبن الكريمي فقط. غير تنزيدوا البنه وصافي كيف ما يمكن انكم تستغناو عليهم. كيف ما تلاحظوا عندي هنا جوج بيضات. غادي نحاول ناخذ غير الصفار ديال البيضه وغادي نضيفوه هنا، والبيض الاخر غادي تشوفوني كيفاش غادي نستعملو. صافي غادي نخلطها مزيان. راه تتجي نيله كيف ما تشوفوا. ضروري انكم تنعكوها مزيان
صافي غادي نخليها ترتاح في الثلاجه واحد شويه، واحد ربع ساعه بحال هكاك، ونشكلوا ان شاء الله البطاطا ديالنا اولا المعقوده ديالنا. خليكم معايا وما تمشيو فين. غادي نضيف ليها هذيك البصله اللي شلت معكم قبيله، غادي نضيف غير نصها صافي. هذا غادي نديرو في استعمالات اخرين، حيت بصله كبيره، الا كانت بصله صغيره تديروها كامله صافي. تنعاود نخلط مزيان. دابا راه بردات لينا وغندوزو ان شاء الله نشكلوها. كيف ما تلاحظوا بالنسبه لذاك البيضه كامله والبياض ديال البيضه، هذاك كما لاحظتوا قلت لكم الصفار درناه مع البطاطا، قربوهم مزيان بحال هكايا. وغادي نضيف ليهم القليل ديال الخرقوم، بسم الله، قليل ديال السكينجبير، قليل ديال الملح، قليل ديال الابزار، الثومه غير شويه صافي. نطربهم مزيان. البيض اللي شاركت معكم هو هذا اللي درت فيه دوك التوابل. غادي نحتاجوا لا شابلير، عندي هنا شريتها جاهزه بحال هكا. يمكن لكم انكم الخبز اللي شريت لكم تيبسوه في الفران وطحنوه حتى هو تيجي من داك الشيء الرفيع. البطاطا ديالنا كما تلاحظوا بعد ما خرجتها من الثلاجه، دابا غادي نبدا نكورها ونحطها في واحد الورق ديال الفرن ولا في بلاستيك او سلوفان صافي. نشكل الكويرات بحال هكايا. صافي بعد ما شكلت هذه الكميه كما تلاحظوا، المهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو نديروها في هذا البيض وندوزوه في لا شابلير، نعاودو نحطوها هنا، وديك الساعه نديرو الزيت ديالنا تسخن. بسم الله. صافي بعد ما ساليت الكميه اللي عندي، المهم دابا ان شاء الله راني درت المقله تسخن فوق البوطه ودرت فيها الزيت. هانتوما غتبقوا معايا غير ما تمشيو فين. كيف ما تلاحظوا الزيت درته هنا. المهم دير واحد الكميه اللي يعني مناسبه، ما تقلوهاش وما تكثروهاش. المهم جينا في النص ديال المعقوده ديالنا، خليها تسخن مزيان مزيان، والعافيه تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش مجهده. صافي دابا غادي ندير المعقوده. بسم الله. غادي ناخذ واحد المعلقه ونبقاو نخويو فوقها الزيت بحال هكا، بحال اللي تتقليو السفنج. المهم هاد الطريقه راه ما تجيناش المعقوده مشربه الزيت، بالعكس تجي ناشفه. المهم غير تبعوا لا فيديو ان شاء الله وغادي تعرفوني علاش نهضر. المهم ملي تشوفوها تتحمر من الجنب ديك الساعه باش تقلبوها، عاد تشد راسها صافي تنقلبوها كما تشوفوا. المهم كتخليوها حتى تشد داك اللون الذهبي، ما تخلوش تتحط، تشد داك اللون الذهبي صافي. ونحيدوها نديرو شي صافي. بعد ما تتحمر من جوج جوايع تاخذ هذا اللون صافي. تنصفروها مزيان. كما قلت لكم غادي ناخذ شي غسل نديرو شي ورق النشا
ونحطوها في الدار. من بعد ما تطيب المعقوده ديالي تتجي على هذا الشكل، تتجي رائعه من داكشي الرفيع، تتجي محمره، تتجي طايبه مزيان، ما تحلاتش لينا نهائيا. فقط غير تبعوا الطريقه اللي عطيتكم، ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول استعمال. تتجي معلكه بداك الفرماج اللي درت فيها، وبنينه بنينه بلا قياس. نتمنى انكم تكونوا وصلتوا معايا حتى لهنا، وتنبغي نشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه. جزاكم الله كل خير. تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب اللي كيتعاو من الفائده. هاد الوصفه اللي عطيتكم راه ناجحه 100%، فقط غير التزموا بها وطبقوها كيف ما عطيتها لكم بالنسبه للمبتدئات. نتمنى انها تعجبكم. وصلت نهايه الفيديو ديالي، الى فيديو قادم وصفه جديده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.